في تاريخ البشرية كله مفيش غير عدد قليل جدا من البشر اللي قدروا يخلدوا أسمائهم بالذكاء والعبقرية، مش بالسيف والتاج. لكن في مصر القديمة في شخص واحد بس خطى خطوة أبعد من الكل، شخص بدأ حياته كإنسان عادي ومات وهو إله. احنا مش بنتكلم عن فرعون ولا ملك لبس التاجين، احنا بنتكلم عن الراجل اللي علم المصريين القدماء ازاي يبنوا الفوق، الراجل اللي اخترع العمارة والطب والهندسة، العبقري إمحوتب. عشان نفهم حجم العبقرية دي لازم نرجع بالزمن ل 4700 سنة لورا، بالتحديد في عهد الأسرة الثالثة. وقتها مصر كانت قوية، بس المقابر الملكية كانت عبارة عن إيه؟ مصاطب من الطوب اللبن، مباني مستطيلة قريبة من الأرض، الطين بياكلها مع الوقت ومفيش فيها أي إبهار، لحد ما ظهر في البلاط الملكي للملك زوسر شاب نابغة اسمه إمحوتب، ومعنى اسمه باللغة المصرية القديمة الذي يأتي في سلام. الراجل ده ما كانش مجرد مهندس، ده كان الموسوعي الأول في التاريخ، طبيب وفلكي، كاهن ووزير للملك. الملك زوسر طلب من إمحوتب يبني له مقبرة تليق بملكيته، وهنا إمحوتب خد قرار غير تاريخ البشرية. قال احنا مش هنبني بالطين تاني، احنا هنبني بالحجر. تخيل الصدمة وقتها، يعني هو عمل حاجة كانت غريبة في وقتها، غير المتعارف عليه، حاجة غير العادي. مفيش حد في العالم كله جرب يقطع آلاف الأطنان من الحجر الجيري ويرصها فوق بعضها. إمحوتب ما بناش مصطبة واحدة، بنى مصطبة وفوقها مصطبة أصغر وفوقها مصطبة أصغر، لحد ما عمل 6 مصاطب، وظهر لأول مرة في تاريخ الكوكب الهرم المدرج بسقارة اللي احنا هنزوره الفترة اللي جاية ونعمل عنه فيديوهات كتير. الراجل ده حرفيا هو اللي اخترع فكرة ناطحات السحاب، هو اللي نقل البشرية من عصر الطين لعصر الحجر الصلب اللي بيعيش آلاف السنين. لو فاكر ان إمحوتب اخره الهندسة فانت لسه معرفتش السر الأكبر. في الغرب بيقولوا ان ابو الطب هو اليوناني ابوقراط، لكن الحقيقه التاريخيه بتقول ان إمحوتب هو ابو الطب الحقيقي، وقبل ابوقراط ب2000 سنه. برديه ادوين سميث الشهيره اللي بتعتبر اقدم وثيقه طبيه في العالم، العلماء بيرجحوا ان اللي كتبها هو إمحوتب. البرديه دي ما فيهاش سحر ولا شعوذه، دي فيها تشخيص علمي بحت ل 48 حاله جراحيه، كسور في الجمجمه وعلاج في العمود الفقري، وعمليات جراحية بدقة مذهلة. إمحوتب كان بيعالج الأمراض بنظام وفحص علمي حقيقي في وقت كان العالم فيه لسه مش فاهم يعني إيه مرض أصلا. مكانة إمحوتب عند المصريين القدماء وصلت لمرحلة أسطورية. الملك زوسر من كتر حبه واحترامه ليه كسر القاعدة الملكية وكتب اسم إمحوتب على قاعدة تمثاله هو شخصيا، ودي حاجة ما حصلتش لغيره في تاريخ مصر. ومع مرور السنين في العصور المتأخرة المصريين ما بقوش شايفينه مجرد عبقري، بدأوا يعاملوه كإله للطب والشفاء. ولما اليونانيين دخلوا مصر وشافوا معجزاته وعلمه ربطوه بإله الطب عندهم اسكليبيوس، وبقى الناس بيسافروا من آخر الدنيا لمعابده في منف عشان يطلبوا الشفاء والبركة. لكن رغم كل المجد ده في لغز واحد لسه محير علماء الآثار لحد النهارده، هو فين مقبرة إمحوتب؟ الراجل اللي بنى أول هرم في التاريخ، الراجل اللي شفى آلاف البشر، مقبرته لسه مدفونة تحت رمال سقارة ومحدش قادر يوصل لها. وكأن التاريخ حب يسيب الجزء الأخير من حياته غامض زي عبقريته بالظبط. إمحوتب أثبت للعالم إن أعظم ما في مصر مش بس ذهبها ولا جيشها ولا كنوزها، أعظم ما في مصر كان دايما عقول ناسها. اكتب لي في التعليقات كنت تعرف قصة إمحوتب ولا لا، وافتكر إن هنا هتلاقي الفن والأدب والتاريخ. عملت لايك ولا لسه؟